صباحكم الله بالخير. أمس المسرحية كذا مذهلة مبهرة، الاستعراضات فيها جميلة جدا، تصلح لكل أفراد العائلة. طبعا هي لاين كينج اللي على ديزني. هذا ما شريناه كذا، هذا كان في مارون جلاسيه شريناه، تخيلوا ما عليه إلا قرطاسة شلناها وصار ممكن نعيدها ريسايكلينج، نستخدمه سكر اللي نبغاه. الحلو إنه ما عليه طبعة، يعني تعرفون صاير كأن الواحد هو شاريه، مو زي حاجات مثل نوتيلا ولا حاجات كرافت اللي عليها طبعة. هذه كذا روعة صراحة. يلا الحين رايحين فقرة الفطور، بس زي ما قلت لكم فقرة الفطور في لندن مختلفة، لأن ننقي مطاعم مو زي دايما في الأوتيل وفطور الأوتيل. جيني أسئلة كثيرة عن أماكن السكن. أنا بالنسبة لي نايت بريدج ونيسة مرة، يعني حتى الأوتيلات هذه البوتيك اللي فيها زي نايت بريدج هوتيل، غير كونها ونيسة بالليل ما الواحد ما يستاحش فيها، وكل شيء تحتك، البقالة الصيدلية، هذا بالنسبة لي أهم شيء. طبعا الواحد يقدر يسكن نواحي اكسفورد، يقدر يسكن ماي فير، نايت بريدج، بس انا من خياراتي المفضله نايت بريدج اكثر من الباقيين. زي ما قلت لكم انها ونيس. ومن افضل الاماكن اللي قد سكنتها كشقه فينيكس هاوس تبع شيفال جروب اللي فوق عند سيلون سكوير كذا. ومن الشقق اللي سكنتها مره زينه هذه اللي ساكنين فيها، مره حلو. بحط لكم عنوانها في انستغرام ان شاء الله. اليوم الرحلة إن شاء الله كالعادة بكتب موضوع في مدونة أو في مجلة أو في الرحلة عن كل الأماكن، علشان تصير مرجع لكم لكل الأماكن اللي زرتها خلال الرحلة. كنا رايحين مطعم سوق لقينا كله غديات من التوصيات اللي قالوا لنا عليها. طلع غدا ما مطعم تركي في سوق، بس طلع غدا ما. قلنا خلاص بنمشي في المنطقة ونشوف مكان ثاني نقعد فيه. عطحنا في ذا القهوة، شكلها عجيب، الفطور شكله عندهم مرة حلو، والقهوة شكلها إيطالية لأن مكتوب عليها ميلانو. طبعا في البيض وكذا بالمنيو، بس في كمان الديسبلاي مثل ما انتم شايفين. عاد منطقة سوهو هذه اللي جوا هذه بس بالنهار، بالليل شوي بهذلة، فالواحد لما يجيها يفضل فطور غدا. يا الربع الهوت شوكليت في فكرة، من جد في فكرة. فلما تفطرون اطلبوا هوت شوكليت وما انتم ندمانين. كل مكان طلبنا فيه شوفوا الشارع اللي في المطعم آخر بهذلة، بس المطعم زين مرة، وشكل فيه كذا مطعم زينة مو بس هو. خلنا نشوف الحين الدليل وش ذي. كل ما مشيت في الشارع تطيحون على كنوز. قبل شوي طيحنا على مكتبة، مو مكتبة، مطبعة تفتح 24 ساعة وفيها أشياء طباعة. وعلى الرغم زي ما قلت لكم من الشوارع عادية وبسيطة، إلا إن فيها أماكن زي هذا اللي شكله مرة عجيب حق شوكليت. ارجع واكرر اقول لكم سوهو بالنهار، بالليل لا تجونها لان شوي تصير بهذله. او اذا كان معكم سياره يصير يصير من السياره المكان اللي تنصون للسياره، حتى لو بالليل تعالوا اذا معكم سياره. بس اذا بشركم الحين بدينا نوصل، نشوف كرامبي ستريت اللي موجود، الشهير اللي موجود في سوهو. لاحظت ان شوارع كثيره قاعده تخضع للتصليحات هنا في لندن، لان لا اله الا الله قاعدين يطورون من مستوى الشوارع كثير. تتحقق تجاربكم في السفر إذا أنتم قعدتوا توجوجون بنفسكم في الشوارع وتستكشفون مثل ما غيركم استكشف. وهذه النصيحة اللي دائما أقدمها وأقولها، إن دائما أنتم امشوا في الشوارع، اكتشفوا، طلقوا رجالاتكم، يعني استفادة غير خلاص عاد وصلنا الحين للمنطقة اللي نعرفها وتعرفنا.
هذا هو. وهذا هو اسم الشارع اللي فيه بوتيكات مرة حلوة ومتفرعة منه كذا محل لا واللي يعطانا الكرت وفي كمان الخريطة. خلاص وصلنا لشارع عنيس، شايفين؟ واللي بيتسوق يجي الصبح زي ما احنا جايين الحين سوق. هذا الدعس اسمه كينج ريكورد. جوا ذاك اليوم يوم صورته كان مرة زحمة، اليوم لا رايق. هذا هو اسمه. من أول كان فوق كله بوتيكات، الحين انقلب كله مطاعم. حتى صكوك كان أول من زمان مفتوح صار الحين مغطى. هذه قاعدة لأن وقت القهوة. هذه مشكلة اللي ياخذ هوت شوكلت مع الفطور. يعني الحين اشتهيت أوزن راسي، إن شاء الله تطلع. تكفون اعذروني والله مو الكل والجميع أقدر أرد عليه، يعني بالصدفة أكون في وقت فاضي أفتح أرد على شوي، بس والله مو الكل أقدر أرد عليه، اعذروني. وأنا قد ما أقدر أقول المعلومات كلها، أحاول أعطي كل المعلومات وأنا أمشي وأنا أبربر وأسوي وش أسوي؟ سلمكم الله. الحين معانا الخبز ورايحين نأكل البط والوز في الحديقة. بنعمل كذا ريلاكس في الحديقة عقب وجه الأسبوع، لازم كذا ريلاكس لازم. هو ودك من يتمرخ بفكس بعد في الحديقة يعني. لا إله إلا الله. أجمل فقرات السفر خصوصا أوروبا الحدايق، شهيق، زفير، أكسجين. طبعا المشي أهم فقرة، المشي أهم فقرة من جد. المشي هذا لا تعوضونه في السفر أبد 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 بأي حال من الأحوال. إني أمشي بس عاد أنا آكل كثير لأن في المطاعم والشتاء يخلي واحد ياكل. يو في حفلة بط في ذاك. أشركم منتثر البط. عجبنا الخبز. أشوف الخبز. أعطي قطع بسيط. أيوة هذا التوست. خلنا نشوف ايش تسوي. خذي يلا ها يلا. أبشركم أمي راحت أخذت الكيس كله وخلتني بينها يا حلو في ذاك يا حلوهم. قامت ترمي لهم فوق قام وشو صار يطيرون فوق. إن شاء الله. روعة البط، روعة. ولا أجمل من إن الواحد يأكل الطيور هنا في الهايد بارك. أنا ما أقاوم هالنظرات اللي قاعدة تناظرني إياها. أمي ماخذة كل الخبز. إيش سوي؟ يما أعطيني خبزتك فين؟ لاحقوك يما لاحقوك. يما واحدة من المهبولات طقتني برجلي بمنقارها. لا نخل المنطقة. أعطيها. ها يما انتبه يما. هو قاموا يطقونا. هو والله قبل شوي طقتني برجلي، تخيلين؟ يا سفابك يا مساعد، يا سفابك يما. الهجة هو قامت تلحقني بالشركم. هو قاموا يلحقوني. لا ارفض. لا ما عندي شيء يما. الهجة من جد. هو قاموا يلحقون ورانا. صار موضوع يروع. الله ايش كثر المسناجب في ذا.
شوف كيف السناجب متعلقين في كلهم في الشجرة، شايفينهم ما شاء الله. وخلاص قعدنا الجلسة الاسترخائية في الحديقة هذه تجديد الهمة عشان ما نصير ذوات الأربع. هذه وينتر وندرلاند تقام فقط فترة الأعياد، موسم الأعياد، وفي الهايد بارك، منطقة الهايد بارك، في حديقة هايد بارك. هي مدينة ملاهي كبيرة، فيها كذا بعد أكشاك طعام وألعاب مثل ما انتم شايفين، والدخول مجاني في الحديقة، ولها كذا باب، في باب من نايت بريدج وباب من عند اكسفورد من هناك. قبل شوي مستورة ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها ركبت ديي. اي والله اللي بالله ما ركبتها. الحين بينزلونهم، يلا ارفعوهم شوي. يلا 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 يلا. الحين طلعوهم لين فوق هنا، قبل شوي خذوهم على اخواننا من هنا نزلوهم، الحين بيطلعونهم لين فوق ومن بينزلونهم مرة ثانية زي الصاعقة كذا بسرعة. وشوي مستورة تقول انه هي فوق ما غير تتشهد، ان شاء الله محدها، اصلا هي قالت لي كنت اقول ان شاء الله محدني. يا سفافها. يا سفافهم. يا ربي يا ربي يلا تخرجنا. وش ذا؟ اليوم برد شوي، شايف الخشم؟ تدرون قد مرة ركبت هالالعاب هذه، بس عقبها حرمت يا ربي حرمت العب الالعاب هذه، لان قد مره ركبتها في القريه العالميه في دبي، والله اني ما انساها يوم كانت على اغنيه هيفا وهبي يا ابن الحلال، بغى يزوق عقلي. والله شوي مستوره تقول انا كنت فوق اتشهد واقول ربي استودعتك نفسي، يعني ان شاء الله معدك ان شاء الله معدك، ما بسم الله. لا عاد مستوره الثانيه، لا مستوره الثانيه ما ركبت ذي بالحاله، ركبت اللي وراها واللي وراها كلهم اكس اكس ال، واللي الثانيه اللي متعلقين مساكين في الهواء لين الحين لهم ما ادري كم ربع ساعه ظهر متعلقين ما بعد. ما يمنع ان احلى شيء الدخول مجانا. ايش رايكم؟ والله ابو بلاش هذا هذا ما يتهياش، او كثر منه اي لا كثر منه. شايفين طبعا مره كبار يروعون، غير ذول ذي اللي ورا الاخيره، مو ذي الزرقاء ذي، قبل شوي انشبوا في السماء انشبوا. عنودة تذكرين هذه اللي لعبناها مع ذيك السنة يوم أمي عفاف ركبها، خاصبتيها تركبها وارتفع على ضغط مستورات ركبونها. هذه حقت الفار اللي تلف بسرعة اللي زوخت عقولنا، جو الحين مستورات قالوا إن نهبلوا واللي وراهم قاموا يتريقون عليهم كل ما صرخوا. Maximum sensation. Let's go. الحين في رحلة البحر
بحث عن لعبة حقت بزارين، قلت لهم ماني براكبة الأشياء الكبيرة ذي، أبغى شيء حقت بزارين عكود يتحمل قلبي. شوي اقول مستوره بركب هالدوده هذه حقت البزارين، قالت لي هاويه هلا ما انت بصاحي، انا عندي سمعه حافظ عليها، ركبت هذه اللي كل الملاهي يناظرونها، هذه الدوده وهذه وجهها، خليني اوريك، لا وجهها وجه مهرج حقت اطفال من سنه ل3 سنين. بس انا قلت يلا السلامه تخبرون، لا اصور لكم وجه الدوده، ناظروا المهرج هذا وجه الدوره. قالت لي هلا عيب 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 وانا راكبه هذه اللعبه تخليني اركب ذا المهرج. لما يجيني تلبك ما بقى كشك من ذا الكشاك ما اكلت فيه، بس والله لذيذ الاكل في الملاهي هنا، والله من جد من جد الاشياء اللي عندهم زينه. طبعا التلبك يجي من الشفاحه ان اجرب كل شيء. قبل شوي ماكله ذا زي الطرمبه، وعقبها اكلت بطاطس، وعقبها وابو فروه وشاهي وعصير، يعني كل شيء كل شيء كلت كل شيء. الله يعين على التلبك لاني خبصت. والحين مدحوا لي الميني بانكيك عاد بروح اشوف، الله يستر علي. يلا هنا هذا